يا اهلا بكل الناس اللي بيسمعوا بودكاست الكتابه فكره، وحلقه جديده من حلقات سلسله ليه رمضان، واللي بنتكلم فيها عن مسلسلات الموسم الرمضاني الحالي. حلقه النهارده هنتكلم برضو فيها عن واحد من مسلسلات النص الثاني من مسلسلات رمضان اللي ابتدت في النص الثاني من شهر رمضان، وهو مسلسل بدون سابق انذار. بدون سابق انذار بطوله آسر ياسين، عائشه بن احمد خالد صالح، جهاد حسام، ونهال عنبر. المسلسل من اخراج هاني خليفه من المخرجين المخضرمين طبعا بالذات في الدراما. يعني اخر حاجه ليه كان فيلم رحله 404، الفيلم اللي كسر الدنيا بطوله منى زكي، فعشان كده برضه هو اضاف تقل كبير للعمل. تاليف العمل لمجموعه كبيره من المؤلفين: سمر طاهر، عمرو الدالي، كريم الدليل، والما كافارنا. اتمنى ان انا اكون قلت اسمها صح، الما كافارنا. المسلسل ده بالنسبه لي لحد دلوقتي هو الحصان الاسود من بعد صله رحم. يمكن انا ما حللتش معاكم مسلسل صله رحم وما اتكلمتش عليه، بس بعد كده بعد ترشيحات من الناس ابتديت اتفرج عليه. يعني شفت كام حلقه منه، فعلا مسلسل حلو. مستغرب ان انا ما قدرتش اتابعه من اول رمضان مع انه مسلسل جيد جدا. مسلسل بدون سابق انذار ماشي في نفس السكه، ان هو يكون حصان اسود فعلا، وبرضه الناس ما خدتش بالها من بدون سابق انذار زي صله رحم كده في الاول. بس بدون سابق انذار في كتير جدا من مميزات الكتابه. بس خلينا نقول قصه المسلسل اللي بتدور حوالين مروان ومراته ليلى، اللي بيكون عندهم ابنهم عمر، لكن هم بيقرروا ان هم يتطلقوا. بس قبل ما يتطلقوا بيحصل حادث مفاجئ، ان ابنهم عمر بيجيله مرض وبيدخل المستشفى، فبيضطروا ان هم ينحوا خلافاتهم على جنب لحد ما عمر يطلع من اللي هو فيه. بس وهم بيحاولوا ان هو طبعا يتواصلوا مع الدكاتره علشان يعالجوا عمر من المرض الصعب اللي هو عنده. وفي خلال رحلة العلاج بيكتشف مروان اكتشاف خطير تاني، وهو ان عمر مش ابنه. ومن هنا بتنطلق احداث المسلسل ما بين ان مروان وليلى في رحلة علاج ابنهم، وفي نفس الوقت رحلة مروان في انه يكتشف حقيقة عمر وهل هو ابن ولا لا. كل ده بقى في الحلقة الاولى بس، ودي اكبر ميزة من مميزات كتابة المسلسل، وهي السرعة في الاحداث والمفاجآت اللي على طول. انت كل شوية الاحداث بتاخدك في حتة، فدي نقطة من نقط القوة الكبيرة جدا في المسلسل، هي ان الاحداث كل شوية تاخدك في حتة. انا اتخذت في حتة ان هو هيكون مسلسل عن العلاقات الزوجية اللي بيحصل لها مشاكل، وبعد كده عن ان هيبقى في مرض للابن وازاي هيتعاملوا مع ده، وبعد كده لقيت نفسي رايح في حتة تانية خالص، وهي قصة خيانة، ان مروان بيكتشف ان عمر ابنه مش ابنه. وكمان بيتحط كمان جزء ان انت تكف ان اخو مروان اللي هو بيدوره احمد خالد صالح شخصية حسن ممكن كمان يكون ابنه ده مش ابنه، فبرضه بتتحط في نفس اللوب اللي هو انت بيبقى عندك حاجتين كمان يعني عايز تتاكد منهم. فانت كل احداث متغيره، وكل دي احداث عندك كل شويه تاخدك في اتجاه، فانت ما بقتش عارف المسلسل رايح لفين. وفي فرق طبعا بين انك ما تبقاش عارف المسلسل رايح لفين، وبين ان المسلسل يكون مهلهل ان هو يبقى عنده خطوط كتير دراميه لكن هو مش قادر ان هو يجمعها. لكن مسلسل بدون سابق انذار عنده خطوط دراميه، عنده احداث كتير لكن هو قادر يجمعها، لدرجه ان في احداث معينه هي بتنتهي. يعني مثلا احنا ما فضلناش شاكين في اثبات بنوه ابن حسن اخو مروان كتير، لا احنا اتاكدنا من الموضوع بسرعه. يعني انت عندك احداث بتدخل واحداث بتخرج واحداث تانية بتدخل مكانها، فالموضوع فيه تغير مستمر، وكل الاحداث دي بتدفع الخط الرئيسي للاحداث، كل الاحداث دي بتدفع الشخصيات كلها في اتجاه معين. فالكتابه بتاعت المسلسل حلوه قوي. انا يمكن ما كنتش اتفرجت للمسلسل ده حتى على تريلر قبل رمضان، فبالتالي انا اتفاجئت قوي بيه، اتفاجئت بالبلوت اللي موجوده فيه، لان انا اتفاجئت اكتر من مره ان كل شويه بروح في حته في الاحداث. كل حلقه فيها كليف هانجر قوي جدا. الحلقه الثالثه او الرابعه فيها كليف هانجر قاتل، يعني بجد من الحلقات الحلوه قوي. فالمسلسل ككتابه، لا المسلسل قايم على حلو قوي. رغم ان انا خايف مش عارف هو هيكمل ازاي للحلقه ال15 بعد ما وصلت الحلقه ال7 لحد دلوقتي، مش عارف هو هيكمل ازاي. انا متفائل ان هو هيبقى مكمل في حته كويسه، لان هو عنده حاجات كتير يقدر يستعملها. يعني من المميزات اللي فيه برضو ان انت شوف عندك قصه مروان ومراته ليلى وابنهم عمر، الناحيه الثانيه عندك شخصيه حسن اخو مروان ومراته، البنت اللي عامله دورها بنت ممثله شاطره جدا جهاد حسام، كانت موجوده برضو في مسلسل مسار اجباري، بنت جميله جدا. فانت عندك الشخصيتين دول برضو ممكن تطلع بيهم مسلسل تاني. يعني انت لو شلت شخصيه حسن ومراته من المسلسل ده حطيتهم في مسلسل تاني
هيعملوا برضو مسلسل، لان الخط الدرامي بتاعهم غني جدا. عدم حبه لاهلها وعدم حبه لاخوها، وموضوع ان هي بتحاول ان هي تثبت ان هي ست من مجتمع راقي، مش ست غلبانه، وفكره بيع المشروع بتاعهم، ووضوح جدا ان شخصيه حسن شخصيه ضعيفه، ما بيقدرش ان هو يتحمل نتيجه اخطائه، وان ده مسبب له مشاكل مع مراته. حاجات كتير قوي، الشخصيتين مليانين تفاصيل كتير قوي، يعني مش عايز احرقها لكم، بس يتحطوا في مسلسل لوحدهم. فانت عندك 4 شخصيات لا مليانين، الكلام عليهم كتير. فلاش باك اللي بيتعمل في اول كل حلقه معمول حلو، معمول حلو، لان انت بتشوف جزء من تاريخ شخصيه مروان وليلى. يعني في الحلقه ال7 تقريبا احنا شفنا في الفلاش باك ده ان هي بتتكلم معاه عن شخصيه فريده اللي هي البنت اللي كان مرتبط بيها قبل كده، و بيجي سيرتها في الكلام علشان تظهر في الحلقه نفسها بقى، ما نبقاش مستغربين مين دي، وليه عمر وليه مروان اتخض لما شافها بتتصل بيه وهكذا. فالفلاش باك متخدم حلو، معمول حلو، محطوط في اول كل حلقه ان هو بيأسس لحاجه في الحلقه نفسها. فحلو جدا المسلسل حتى الان، حلو قوي. الحوار بتاعه جميل جدا، الحوار بتاعته جميله جدا. الخناقه اللي كانت ما بين مروان واخوه حسن كانت خناقه حلوه قوي. يعني هي جمله غريبه، بس هي كانت فعلا خناقه مكتوبه حلو، لان انت هنا شفت الموضوع من وجهه نظر كل واحد فيهم، كل واحد بيتخانق من وجهه نظره. لما كانوا بيتكلموا على الارض وبتاع، فانت بقيت تقول يا عم سيب الراجل، هو في ايه ولا في ايه، ده ابنه في المستشفى ومش عارف هو ابنه ولا لا، او سيبه في حاله دلوقتي. والناحيه الثانيه ممكن تقول يا عم برضه ما هو في اللي فيه، والمحل اللي هو عامله المشروع بتاعه بيتقفل ومراته مطلعه عينه وبتاع. فانت تعاطفت مع الاثنين، الحوار بينهم كان حلو، حوار ما فيهوش عصبيه اوفر، ما فيهوش محاوله ان احنا نخلق ابتزاز عاطفي ان المشاهد يتصدم من اللي بيحصل والكلام ده كله. لا، الحوار طبيعي جدا، ما فيهوش اي ابتزاز عاطفي ولا اي حاجه. المسلسل لحد دلوقتي حلو قوي، زوايا التصوير ورحله الابن الصغير في المستشفى، لما بتشوف رحله الابن في المستشفى والحركه في الممرات، والاوضه اللي هو فيها، والناحيه الثانيه الاوضه اللي هم بيقعدوا فيها مستنيينه، وفكره ان هم ما ينفعش يدخلوا عليه عشان هو مناعته ضعيفه فبيسمعهم من الاوضه الثانيه. حاجات كتيره قوي حلوه، حاجات كتيره وتفاصيل اخراجيه حلوه. المسلسل لحد دلوقتي من المسلسلات اللي فاجئتني جدا جدا جدا، وهو لحد دلوقتي مش واخد اهتمامه من الناس قوي، لكنه في الحقيقه مسلسل حلو. لو كمل بالوتيره دي هيبقى في نفس مستوى صلة رحم اللي الناس بتتكلم عنه كلام كويس جدا. اعتقد ان هو لو كمل على نفس مستواه هيبقى في نفس مرتبه صلة رحم، ويبقى من المسلسلات اللي علمت مع الناس رمضان ده. كده حلقتنا دي خلصت مع مسلسل بدون سابق انذار. مستنيكم في حلقات تانية من بودكاست الكتابة فكرة وسلسلة ليه رمضان، وسلام عليكم. سلسلة ليه رمضان من بودكاست الكتابة فكرة مع عادل أبو الفضل، براندنج وديزاين أحمد رأفت وروان محمد، وشكر خاص لكارمن السراج ويوسف باسيلي. واستنوني في حلقة تانية من بودكاست الكتابة فكرة وسلسلة ليه رمضان.